السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا شفتوا هذه الزلازل هذه والمصائب والذي يجري وماذا يحدث في العالم. ماذا يجري في العالم؟ ما الذي يحدث في هذا العالم؟ اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بما فعله السفهاء منا. نحن في زمن قد انتشر فيه الخبث وانتشر فيه الجرائم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هناك الكثير من الأنفس تزهق والأرواح، وهذا كله من سبب اقتراب الساعة، ومن كثرة ذنوب الناس، ومن كراهية الناس بعضهم لبعض، ومن حبهم للشهوات بعضهم لبعض، ومن الذين يعبدون الشهوات ويجرون وراء الشهوات ويكرهون ما يبيح الله ويحبون ما يحرمه الله. نعم، نحن في زمن الناس يحبون ما حرمه الله ويكرهون ما أباحه الله، يكرهون الخلق فيما بينهم، يكرهون التعاطف والتراحم فيما بينهم وبين الضعفاء والمساكين، ويحبون الخلق في طريقة تغضب الله وترضي الشيطان. يحبون الخلق مع النساء، ويحبون النساء والشهوات، ويكرهون ما أباحه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فقال تبسمك في وجه أخيك ولم يقل في وجه أختك، لأن هذا إذا كان في وجه أختك فأختك بعدها شيطان وبعدك شيطان، ولكن قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن أخوك هو الشيء، أخوك سواء أخوك في الإسلام أو أخوك غير أو أخوك من أي بلد، إخلاقك وتبسمك معه واحترامك له فهي الشيء الذي يرضي الله، وهي شيء مما أباحه الله. ولكن الناس عكسوا الدنيا وقلبوا الدنيا قلب، فأصبحوا تبسمهم وإخلاقهم ومعاملتهم مع النساء والشهوات، وأصبحت العبادة كلها للشيطان، وانتشر الخبث والكراهية والغيبة والنميمة. فلان معه، فلان غني، فلان معه أموال، فلان كذا، فلان فاعل، فلان تارك. اللهم يا رب لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم انصر من نصر الإسلام واخذل من خذل الإسلام. ونحن الآن في زمن انتشر فيه الخبث، كما قال النبي صلى الله، حتى الصالحون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، ونحن الآن في زمن الخبث والخبث والخبائث، الذين يجرون وراء الشهوات والعورات ويعبدون ما يليق ويناسب شهوتهم وأنفسهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكما ترى الآن أنا لي صار هنا كم لي صار هنا بهذه القناة، لي صار هنا 3 أشهر أو 5 أشهر، وليس لي غير 70 مشترك. وأنظر الآن إلى النساء وإلى كل الذين هم يناسبون شهوات الطغاة والمجرمين في القنوات ويناسبون شهوات المشاهدين. انظر كيف يحصلون على 1000 مشترك في يوم واحد، 500 مشترك في يوم واحد. وهذا يدل على خبث الناس وخبث المشاهدين الذين يجرون وراء شهواتهم ويعبدون شهواتهم ويعبدون هواءهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
انتشر هذه الجرائم والخبث بسبب الناس لا يهتمون فيما بعضهم بعضا. والله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأين نحن من هذه الآية؟ وأين الناس من هذه الآية؟ نحن لا نقول زلازل وما زلازل، فإن الفساد فهو موجود في كل مكان، التبرج موجود في كل مكان، الفساد والمنكرات في كل مكان، لكن هناك أشد من الفساد وهي الكراهية والخبث والغيبة والنميمة وأكل وسفك أرض المسلم وأكل عرضه، سواء أكل عرضه بأنيابه أو أكل عرضه بشهواته. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اكفنا شر الأشرار وانصرنا على الفجار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ونحن نقول في هذا الزمان الأغاني محرمة من المحرمات، وهناك من يقول الأغاني حلال، الأغاني ليست حرام. يعني يكذبون كلام الله الذي حرمه وقال: ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: فوالله إن لهو الحديث لهو الغنى، يحلف 3 مرات. وهؤلاء الناس أعوذ بالله من هؤلاء الأشرار. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمن على أمة يستحلون الغنى والخمر والحليل والمعازف والحرير، يحللون الأغاني ويحرمون حتى الأشياء المباحة، يحرمونها أو يتركونها، ويستخدمون الحرام ويحللون الحرام، يستحلون الخمر والحرير والمعازف والغناء في هذا الزمن. وإذا سألت شخصا عن الغناء قال: الغناء حلال، الغناء مدري ايش، تسلية، ساعة علي وساعة ربي وايش فهنا وراحة. وهم يعني هذا يستغل وقته فيما حرم الله. حتى المسلسلات الذين يكذبون على الناس يدخلون في الكذب ويكسبون أموال، يكسبون أرزاق وأموال إيش؟ عن طريق الكذب. فأصدر مصدق رزقهم من الكذب والحرام، ويكذبون: فلان اسمه كذا، فلان زوجته كذا، فلان كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد يصدقون ويقولون: سمعنا وأطعنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون لا يعارضون ويتكبرون، لا يشوهون بالدين ويشوهون بالإسلام، ويشيعون الفاحشة بين المؤمنين، ويشوهون بالدين، ويرفعون راية الشيطان والعلمانية التي تنتشر من قبل الغرب. هؤلاء المنافقون الذين يرفعون راية اليهود والصهيونيين وينشرون منتجاتهم وآراءهم بين المسلمين، ويسببون الفتن والقتل. هؤلاء المنافقون. لكن الله عز وجل يقول: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هؤلاء الذين غضب الله عليهم يقولون فيما بعضهم وينصحون للناس أن يكونوا هودا أو أن يكونوا يهود أو نصارى، فرد الله عليهم وقال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فقال الله: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بما آمنتم به، بالأنبياء السابقون والأنبياء السابقون والقادمون وبما أنزله الله، فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا وقد رأوا الطريق الصحيح. وإن كانوا وإن أعرضوا واتبعوا الغرب وتطورات الغرب وما ينشره الغرب بين المسلمين فهم في شقاق، فإنما هم في ضلال، فإنما هم في شقاق.